انا هاخدها من قصيره واقعد في الدولاب عشان لو جت، لان انا اصلا كده كده طردها قبل الماتش، قلت لها ما تجيش لو اتغلبنا، عشان الاهلاويه النكديه مراتي، عشان لو فكرت جيتي ولا حاجه تيجي ما تلاقينيش، تيجي تلاقيني بقى هنا ما تفتحش بقها معايا ولا تتكلم معايا، لان حرام اللي بيحصل فينا ده، والمصحف حرام اللي بيحصل. احنا نشيل ثلاثه؟ ليه احنا نشيل ثلاثه؟ ده كانت فرصه نركب الدوري. احنا اللي يتعمل فينا كده؟ الزمالك اللي يتعمل فيه كده؟ ليه يا عم حسين لبيب؟ هو انت زينا يا عم حسين لبيب؟ هو انت بتروح الشغل وتركب التوك توك وتمشي كده يا عم حسين يا لبيب، واللي يقول لك يا مش عارف يا بيلا، واللي يقول لك يا مش عارف يا ابو ثلاثه، ويا ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه، ويفضلوا يتكلموا معاك يا عم حسين يا لبيب. كانت فرصه النهارده نركب الدوري يا عم حسين يا لبيب. يا عم حسين لبيب حرام عليك، انت جايب جروس اصلا كان طالع على المعاش. جروس اصلا ده بقاله 3 سنين قاعد، انت جايبه يعمل ايه؟ ماله ميدو ما كانش يدرب؟ ماله طارق السيد ما كانش يدرب؟ ماله طارق الواد اللي اسمه طارق مصطفى بتاع البنك الاهلي؟ ليه بتوع الزمالك ما يطلعوش؟ ليه يا احمد مجدي كان كويس؟ ليه والدنيا كانت حلوه ماشيه معاه؟ ليه يا عم حسين؟ هو انت مصر كده تحرق دمنا يا عم حسين يا لبيب؟ كانت فرصه النهارده نبقى 23 نقطه، احنا اللي ناخد 3 من بيراميدز يا عم حسين يا لبيب. والمصحف حرام اللي بيحصل في نادي الزمالك ده. يا عم زيزو ده انا بعت الجحش عشانك بالغلا والرخيص. يا عم حرام عليك العبوا، بس هو زيزو يلعب لوحده يا ولاد. والمصحف حرام، عايز 100 مليون؟ ده انا عمري في حياتي ما شفت المليون. ده انا امنية حياتي اركب يعني في عربية سوزوكي مش عارف اجيبها يا ولاد. ده انا عمري في حياتي ولا انا ولا اهلي شفنا ال 100,000 جنيه حتى يا ولاد. اقفل يا رب ما تيجي حاجة يا النبي، يا نهار اسود يا ولاد. يا عم حسين بس مين يا عم حسين يا نبيب؟ حرام عليكم، شوف الاهلي بيعمل ايه واعمل زيه.